الكعبة ما انبنت. هذا تشوف الجبار جل وعلا كرم من بنى الكعبة كرامة. اللي بنى الكعبة من هو؟ إبراهيم. يقولون هو مو صحيح، مو صحيح. اللي بنى الكعبة آدم، اللي بناها آدم. فكرمه الله أنه بنى البيت الذي يتوجه إليه الناس، والبيت الذي سيوضع فيه أمير المؤمنين أن يكون مجاورا لأمير. السلام عليك وعلى ضجيعيك آدم. قال له تستاهل، خليك ضجيعة، خليك منا. مع أن آدم في مكة مدفون، لكن أمر نبي الله نوح أن يحمل بدن آدم يوديه في النجف الآخر. وبعد أنت يا نوح قال هم بعد لك كرامة. يلا أنت أبو البشرية الأول، بنى البيت اللي ينولد في أمير المؤمنين. وانت يا نوح قال له انت الأب الثاني للبشرية، لأن البشرية بالطوفان كلها انمحت، ما بقى له نوح وعياله بس وأولاده. فأبو البشرية الثاني منه نوح. الأب الثاني للبشرية هو نوح. قال للأب الأول للبشرية شرفناه ان بنى الكعبة، البيت اللي راح ينولد فيه أمير المؤمنين. وانت يا نوح راح نشرفك. شنو؟ قال انت تحفر القبر مع أمير المؤمنين وراح نشرفك تندفن في صف. لهذا تشوف الرواية بني يا حسن إذا وضعتماني على سرير نعشي فارتفعت المقدمة ارفعوا المؤخرة، وإذا أنزلت المقدمة انزلوا المؤخرة، فأزح التراب ترى قبرا محفورا ولحدا ملحودا منقوشا عليه. هذا ما ادخره نوح النبي لوصي رسول الله أمير المؤمنين. اللي حفره نوح قال له تستاهل، أنت حفرت القبر وضجيعيك آدم ونوح. انت بنيت البيت اللي ينولد فيه، وانت حفرت القبر اللي يندفن فيه. تستاهلون خليكم مجاورين حق أمير المؤمنين، خليكم في صف تندفنون في صف فنال شرف الدنيا والآخرة. على كل حال المجال هذا الشهادة لله هذه الوجوه الإيمانية أنا أستأنس أني أتكلم معهم في فضائل إمامهم.